الواحد خايف يفتح السلاكه يلاقي الدنيا خربانه والطاجن خربان. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبي. طيب برغم ان انا حاطط بانر الا ان الدنيا كلها غرقت ميه. رجاله طبعا الفيديو اللي فات كان حلو، الفيديو النهارده في حاجات غصب عننا حصلت في السلاكه مش احسن حاجه. تمام كده. في حصويتين احنا كنا مستنيينه توكلوا على الله بسبب الميه. في حصويتين بتوع المعلم اللي هنا. ما تيجي نتفرج بس يا رجاله. قبل ما نتفرج وقبل ما نخش في الفيديو عايزك تصلي على النبي وتذكر الله. عايزين نوصل الفيديو ده 500 لايك بس. القناه بترجع اهي. عايزين ايه؟ نشد شده حلوه مع بعضينا عشان خاطر نصور فيديوهات ان شاء الله باذن الله تعجبكم. كومنت حلو ويلا بينا عشان خاطر في حاجات كتير حصلت في السلاكه. يلا احنا قبل ما نتكلم او قبل ما نقول اي حاجه في الفيديو، فزي ما انت شايف كده دي ارضيه السلاكه بعد يومين، والمفروض ان الميه كانت مغرقه السلاكه خالص، برغم ان احنا حاطين بانر فوق بس البانر مخروم بقاله معانا كذا سنه. فاحنا ايه ان شاء الله باذن الله السنه الجايه هنغيره. عندنا ايه وحش؟ هقول لك عندنا ايه وحش. بص يا معلم، صلي على النبي. بص الحصويتين دول، اللهم صل على النبي. تعالى بس ايه، انا عايز اشوفهم بره. هم ما شاء الله. يا رب يا رب ما يكونوش باظوا وما يكونوش اتكبسوا. يا رب ما يكونوش باظوا وما يكونوش اتكبسوا. الحصى ده خلاص المفروض يفك بكره، يفك بعد بكره. هوريك برضو حصى معاه في نفس الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى نرجعهم. الحصويتين دول انا جيت لقيتهم الوحيدين اللي غرقانين. طبعا انا حطيت مشمع من فوق لان برضو في الحته اللي انت شايفها دي كده من فوق، الحته اللي انت شايفها دي من فوق كده في خرم منزل ميه. تمام كده. فبهدل لي الحصويتين دول الحصويتين بس اللي كانوا في الطاجن ده اللي طالتهم من الميه. بص ادي طاجن تاني بس ده كان بره وانا كنت حاطط الكلفه هنا. طبعا المفروض النهارده كان فيديو تنظيف السلاكه وانا مستني، يعني مش عايز انضف السلاكه غير لما احنا ننضفها مع بعض الفيديو، نعمل فيديو كده واوريك بنعمل ايه في الفيديو. تمام كده. اللي حصل طبعا خارج عن ارادتنا كلنا. الحصويتين دول بس هم اللي اتبلوا او طالتهم ميه وانا طلعت تقريبا بعد 3-4 ساعات، فانا سايبهم تحت القص هم ورزقهم. لو القص اللي معاهم في نفس الميعاد فكوا والاهالي ابتدت تلبن وهسيب يوم والتاني لو لقيتهم ما خرجوش يبقى الحصويتين كبسوا وملناش نصيب فيهم. ربنا ان شاء الله يعوض علينا خير. طيب تعالى اوريك الدكر السكروته واقول لك ان عنده مشكله كبيره جدا. الدكر ده زي ما انا قلت لك هو انا جايبه عشان خاطر عايز منه حاجه معينه. ايه هي يا عم اسلام الحاجه المعينه؟ ان في نمرتين انا عايزهم يبقوا موجودين في السكرتات اللي عندي. ايه هما النمرتين؟ لون الجته تمام كده، وعمران العظم ولمه الوش بتاعت الدكر. تمام كده. الدكر ده احنا جايبينه من حد حبيبنا بس يعني الدكر تخصيبه ضعيف. خدنا منه 3 عشوش. تمام كده. ال3 عشوش بيعرق، مش بيعرق، بيديك نقطه او دايره كده فيها دم بس ما فيهاش عروق، وبتقعد 5 ايام 6 ايام. لو سبتها حتى 15 يوم مش هتكون جنين، مش هيبقى فيها جنين. فده عيب الدكر. ده عيب الدكر انه تخصيبه ضعيف. احنا ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هوريك العلاج اللي احنا هنمشي بيه مع الدكر، وان شاء الله باذن الله ربنا يبارك ونعرف ناخد منه حصويتين. هم تحتيهم حصوايه بتاعه القص الزواجي. فانا باذن الله بعد ما اقفل الفيديو هاخد الحصوايه اللي هنا واسيب لهم حصويتين بلاستيك 5-6 ايام عشان النتايه ترتاح. ممكن نخش في 10 ايام اسبوع احنا ورزقنا، فاهمني؟ وبعد كده هنبدا نشيل الحصى البلاستيك ونبدا نشتغل في العلاج اللي احنا هنجيبه للدكر. تمام كده. بص يا معلم، طبعا الدنيا متبهدله فانا ايه هو لسه طالع بكلف الحمام لسه بيزق فالدنيا مش احسن حاجه. دول القص اللي كان تحتيهم الحصويتين انا شايفهم مجمعين من بعيد، يعني انا ما بصيتش عليهم، بس لما رجعت ابص على الحصى بالكشاف لقيت الدايره اللي انا بقول لك عليها دي، فعرفت ان ده تخصيب ضعيف ودي 3 مره. فاحنا كده هنبدا نجيب حاجه سيلينيوم قويه للدكر عشان خاطر نقدر نستفيد من الدكر وناخد منه ولو حتى 20-3 وبعد كده نقول له متشكرين انت كده عملت المهمه بتاعتك. تمام كده يا رجاله. يبقى دي اول حاجه. مش حاجه وحشه تانية في السلاكه. تمام كده. بقيه الحاجات اللي موجوده في السلاكه او اللي انا هوريها لك في السلاكه فهي الحمد لله كلها حاجات ايجابيه وحاجات حلوه، وان شاء الله باذن الله
الفتره اللي جايه بنحاول ان احنا ندخل حمام جديد واحده واحده. الفتره اللي احنا هنفك فيها الحمام هي الفتره اللي احنا هندخل فيها حمام جديد، عشان خاطر يبدا ياخد استعداد الموسم معانا زي ما احنا بنعمل مع حمام. تعال نلف الكاميرا وافرجك على الزغاليل وافرجك على القص البيض الشقلباظ اللي احنا لقيناهم واقول لك عملنا معاهم ايه. هنسمي الله كده، دول القص البيض الشقلباظ اللي احنا لقيناهم من 3-4 ايام. تبارك الله، يعني حمامتين ولا كلمه. سمي الله كده واذكر الله وكلمتين حلوين، واتمنى ان انت تعمل لايك، وعايزين نوصل 500 لايك في الفيديو ده يا رجاله. الفيديو دوت ما كانش معمول حسابه، تمام كده. القص دول ان شاء الله باذن الله في خلال 5-6 ايام تكون النتايه رمي اول حصايه، وربنا يبارك، وان شاء الله نبدا نمسك حمامتين شقلباظ كويسين، تكوين كويس، حمامتين قصيرين، حمامتين شروالهم عالي، حمامتين قصيرين، حمامتين الله اكبر فيهم مواصفات يعني تكاد تكون 75% 80% من الشقلباظ. فاحنا ان شاء الله باذن الله هنبتدي نطور في الباب من القص ده. يعني ان شاء الله لما نبتدي نفرخ هنبتدي بقى نجيب حاجه اعلى ونطور واحده واحده، وهم حمامتين فيهم خامه واحنا هنشتغل عليهم. بص يا معلم، هنا القص الحماليات، هوريك بس الدورتين اللي تحتيه. طبعا الله اكبر، المره اللي فاتت كانوا مطلعين بديري ومفصص. المره دي ان شاء الله باذن الله في الغالب الاثنين هيبقوا حماريات، وهم ماشيين مع الدورتين 10/10. ودول الزغاليل دي من نفس سن اللهم صل على النبي الزغلول الثقلات. تعالوا نتفرج على الزغلول. بسم الله اذكر الله. فاول يعني بص، لما انا قلت لك ان القص اللي هنا دول قص حنينين وانا عارفهم، بس هم اخروا في التلبين، ده الدكر عصبي شويه. بص اللهم صل على النبي، زغلول يا رب يا رب يعدي بس على خير، عشان خاطر ربنا يكرمنا ونبدا نشتغل على الباب، تمام كده. تعال افرجك على القص المونيمنز. القص المونيمنز ايه؟ لسه برضو مفيش اي حصل. اكتر حاجه بكرهها ان فرد الحمام اللي بيزبل في المكلف بتاعه ده اكتر، ممكن امشيه من السلاكه بسبب كده، تمام كده. عندنا ايه تاني؟ القص دول اللي هم اهالي الزغلول دول برضو ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك كده على حصر. حمامتين دول برضو حمامتين فيهم دم، حمامتين كويسين. فاحنا زي ما قلت لك هنبتدي نفرخ سكرتات ان شاء الله من ورا القص ده لحد ما نحل المشكله اللي عند القص التاني. طب يا عم اسلام، الدكر ده مش هيعمر مثلا، انت جبت له حاجه قويه، حاجه مستورده، واشتغلت معاه بكورس، لان انا خلصت الكورس اصلا، يعني اديته ديدان واديته سلينيوم وتعب مني مرتين وعالجته وماشي معاه. يعني بص بدادي فيه اخد منه زغلول واحد، فاهمني؟ هبقى مرضي، انا خدت منه دكر هبقى مرضي، مش عايز منه حاجه تاني، فاهمني؟ احكي لك حاجه بسيطه على الدكر ده. الدكر ده انا كنت جايبه من حد معرفه، تمام. فرد حام خدته اسبوع، فرد حام تعب تنفسي، عالجته اسبوع تاني وتعب تاني، بعد ما اديته للطيره وعالجته وبتاع والدنيا تمام، وخد كورس ديدان والدنيا 100 راح تعبان تاني. طب وبعدين عالجته تاني، شلت منه الطيره وعالجته والدنيا تمام، هوب لقيته جاله كانكر. بعد الكانكر عالجته، يبقى انا كده عالجته مرتين تنفسي ومره كانكر. الدكر ده بقى له شهرين عندي. الدكر من تاني مره تعب، انا كلمت صاحبه فقال لي ايه، هات الحمامتين وخد فلوسك. انا ايه مش يعني عشان خاطر مش كل شويه تقعد بقى تكلمني وبتاع، برغم ان الواحد لما بيروح لحد بياخد منه حاجه ثقه، ولما بيكلمه عشان خاطر هو اضرب حاجته، والدكر كان شغال عندك وانت فارخه فاكيد عارفه. حلو يا عم اسلام. الراجل لما انا بقول له يروح وفيها، يعني انا مش بكلمك عشان ارجع القص، انا بكلمك عشان خاطر ان احنا يعني تقول لي امشي مع الدكر ازاي، لان الدكر ده فرخك وانت عارفه وعارف ماشي معاه ازاي. لقيته عمل لي بلوك، حلو كده. فالدكر انا خرطته لاخر محاوله، ان انا خدت منه 3 عشوش، 3 عشوش نفس المشكله. حلو يا عم اسلام. السؤال هنا بقى يا معلم، انت لو جايب الدكر تعب منك مرتين وانت عالجته، وجاله كانكر وانت عالجته، ومشيت معاه كورس وخرطته
وبعد ده كله برضو ما عمرش، خدت منه 3 عشوش. طبعا ده رزق، بس لو ال3 عشوش دول انت خدت منهم بس 20 ب4 زغاليل، يوم ما هتتكلم في الزغلولتين ب 1000، ب 1200، ب 1000 ونص. ده زغاليل صاي مش شبابات، فانت خسران بتاع 5000 جنيه من ورا بسبب القص، 4000 جنيه بسبب القص. تمام كده. فهل ينفع ان انا اكلمه واقول له خد الدكر او يديني بداله، ولا كده انا اشتريت والموضوع خلصان؟ هسيب لك ان انت تقول لي رايك في الكومنتات. تمام كده. تعالي في الكاميرا ونرجع للحمامتين ونشوف الدنيا فيها ايه مع الحمامتين. اللهم صل على النبي. الحمام طول ما انت بتخدمه هيبان عليه. طبعا الاضاءه مش احسن حاجه، بس يعني بص زغلتين 100 100 قاعدين مستقنيصين. وقت الكلفه وانت بتكلف الحمام لازم تبقى موجود، لان اللي بيرمي كلفه للحمام ويسيبه يمشي ده خسران كتير، لانه هو هيحط الكميه اللي متعود عليها، بعد كده هيرجع يقشط او يلم الكلفه، ما يعرفش بقى ايه اللي محتاج تاني، ايه اللي عايز ياكل حاجه معينه، ايه اللي بينقي مثلا فول بس، ايه اللي بينقي عدس بس، ايا كان. دي اللهم صل على النبي. يعني انا عايز اوريك المكلف كده، دي تاني مره احط لهم اكل، هم ما شاء الله حامتين بيخلصوا الكميه اللي انا بحطها لهم. عشان كده زغلتين تلاقيهم من غير بقى يا باشا ولا خميره ولا فيتامينات ولا اي حاجه، الحمام ماشي معاه عادي جدا، والحمد لله بنفرك حمامتين وزغلتين احجامهم كويسه ويكيفوا اي حد. بص نفس الكلام هنا. طبعا في ناس ممكن تقول لي يا عم اسلام ده زغلول واحد. يا عم الزغلول الواحد دوت هتاخده برضو بصحه كويسه لو انت خدته ودخلته في اي جو. انا واثق مليون في المية. طبعا دي حاجة طبعا يعني بعد ربنا طبعا، ان الحمامتين دول مناعة صحيا 10/10. ليه بقول لك كده؟ مش بقول لك كده عشان انت تشتريهم، هم كده هيتباعوا، بس انا مش بقول لك كده عشان انت تشتريهم، انا بقول لك كده عشان خاطر تعمل زي ما انا بقول لك. لو انت ما بتبقاش موجود وانت بتكلف، الموضوع ده هيفرق معاك جدا جدا جدا. تمام كده. عندنا ايه تاني؟ بص يا معلم، دول حمامتين زغلولتين. طبعا القشعيه دي انا مغرم بيها، يعني بحبها جدا. حمامايه اموره وعسوله ويعني فاهم لما قلبك يحن لحاجه كده، فانا بحبها. يعني انا اصلا خليت الزغلولتين دول انا ما بسيبش زغاليل في الفتره دي بتاعت يا اما ابيع يا اما بذبح. تمام كده. لكن انا ما بسيبش الفتره دي، انا بسيب اخر وش في الشتاء، في الصيف. تمام كده. بس انا خليت الزغلولتين دول عشان خاطر عجبوني والحمامية عجباني، فانا يعني ربنا يكرم ان شاء الله باذن الله ونقدر نفرخ نفس الشكل، عشان خاطر انا بحب الشكل ده. تمام كده. تعالى اوريك اخوهم من نفس الاب والام. فين يا معلم؟ هنا بص، الفاتح اللي في الطاجن ده اخوه. طبعا زي ما انا قلت لك الزغلول الفاتح ده اخوهم، واللي فوق الغامق ده ابن القص. دول اللي معاهم الزغلول الحمري ده والزغلول القشائي دوت. تمام كده. عندنا ايه تاني حلو؟ عندنا حاجه حلوه تاني، حاجه جميله. اللهم صل على النبي. القص الشعلباز حصه في نفس الوقت اللي اليمنيات حصه. برضه هسيب لك فرق بينهم وبين بعض يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. القص دول اول تجربه في الرقد بعد ما انا نقلتهم من مكانهم، قاموا من على الحصى وسابوه. تمام كده. فانت شايف اضمن الحصى بتاعهم وحضنه تحت الشقلباز، بما ان الشقلباز كده حضان ومش هربي منهم دلوقتي، ولا اسيب دول يرقدوا على حصان؟ لان الطيره دي اول شغل وممكن تكون كانت قلقانه، الدنيا معاها مش احسن حاجه، الكلام ده كله. فانا برضو سايب لك الراي في الكومنتات، عشان خاطر طبعا كلنا مشتركين في السلاكه دي، ودي سلكتكم سلكتي، فربنا يبارك. وان شاء الله باذن الله نفرغ برضو يمنيات كويسين، وان شاء الله باذن الله نطلع منهم هدايا ونظبط الدنيا في الفتره اللي جايه. دول بص دول اللهم صل على النبي. القص دول دول على فأس. تمام كده. القص دول على فأس، عشان كده بقول لك ان مارادونا حاصلين في نفس الوقت. فلو دول فكوا ولبنوا ومارادونا ما فكش
يوم التاني هنبدا نكشف على الحصى، في الغالب الحصى بتاعه هيبقى باظ، فان شاء الله باذن الله ربنا يكرم ويعوضنا خير. عندنا ايه هنا تاني يا معلم؟ بص بقى، القص دول احنا مش عايزين الحصى اللي تحتيه. ليه يا عم اسلام؟ لان القص دول الحصى بتاعهم مش عمران، وانا كنت سايبهم كسبير او حضان احتياطي وقت ما انا احتاج ان انا عايز احضن حاجه احضن. دلوقتي انا لقيت الخضر من 3 ايام، فاحنا ان شاء الله باذن الله هنشيل الحصى ده عشان خاطر دول برضو يكسروا في نفس الوقت، فيبداوا يجمعوا مع بعض، فرق يوم فرق يومين، فنقدر نحضن من وراهم خضر لو الخضر حصوا في نفس الوقت او السكرتات حصوا في نفس الوقت. تمام كده؟ دول برضو حضان احتياطي لينا ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك. كده يا رجاله احنا ما عندناش حاجه نتكلم عليها. الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله هيبقى تنظيف السلاكه. طبعا احنا الميه دي مش هنسيبها كده، الميه دي هتتشال النهارده، والفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله هنبدا ننظف السلاكه ونقفل الحتت اللي مخرمه نزل منها ميه، زي الحته اللي في النص دي، الحته اللي جوه هناك، وفي حته هنا كمان برضو نزل منها ميه. طبعا انا لميت الكلفه، شكاره الكلفه كانت هتبوظ، انا بفضي شكاره وبسيب شكاره بره، فضيت الاتنين في قلب الجردل عشان خاطر جيت لقيت الدنيا بايظه. بص العلف اللي انا بستخدمه، بص هنا برضو طبعا الدنيا زريبه عايزه يوم من اوله كده نشتغل مع الحمامتين ونظبط الدنيا مع الحمامتين. ترويقه كده بنعملها كل شهر، ومش الطبيعي ان احنا بننضف كل شهر، لا دي ترويقه الشهر، عشان كده نعمل بيها فيديو الحاجات اللي احنا بنرشها. بنعمل ايه بعد ما اللهم صل على النبي بننضف البيبان بتاعت البلاستيك، اسف السلك، بنرش ايه، بنحط ايه، كل الكلام ده هقوله لك في الفيديو اللي جاي ان شاء الله اللي هينزل يوم الاثنين لو قدرنا نصور وما عندناش شغل كالعاده. فان شاء الله باذن الله الفيديو اللي جاي هيبقى فيديو كويس، فيديو يعجبك استناني. والفيديو اللي بعده هنركب الباب بتاع السلاكه عشان خاطر نبدا نسيب حمام. الفتره اللي جايه ان شاء الله نبدا ننفذ اللي في دماغنا. اصبر واجتهد واشتغل، مش تشغلش دماغك بحد، وربنا يبارك لك في حاجتك ويساعدك طالما انت ناوي خير وحابب ان انت تتطور وحابب ان انت توصل لحاجه في الغايه، مش بتربي حمام وخلاص عشان خاطر ترضي روحك بس، لا بتجتهد وتشتغل على نفسك عشان تبقى السنه الجايه احسن والسنه اللي بعديها احسن. ولو ما بتعملش كده فانت فايتك كتير جدا، لان طعم النجاح حلو. واصبر ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك. كان معكم اخوكم اسلام ابو كنده من مكانكم من سلكاتكم.